تحية كبيرة معاكم نويرة. الفيديو بتاعنا النهاردة عن واحد من أجمل الأماكن اللي موجودة في صحراء سيناء. الفيديو بتاعنا بيتكلم عن مكان اسمه وادي الوشواش. وادي الوشواش بيبعد 4 كيلو بس عن منطقة راس شيطان أو راس شطان اللي بعد نويبع. المكان ده مش هتقدر توصل له غير بعربيات الدفع الرباعي علشان تقدر تدخل بيك لقلب الصحراء. وحتى عربيات الدفع الرباعي ليها ليميت، مكان محدد هتقف عنده مش هتقدر تكمل بيك، لأن من هنا بقى بطل ده دورك انت. علشان تمشي مسافة حوالي 2 كيلو تقريبا تنطيط على الصخور وبين الجبال. الطريق مش ممهد خالص لا للعربيات ولا لأي وسيلة تانية، علشان كده انت اللي هتمشي الطريق ده بنفسك. وهنا بقى لو لياقتك البدنية كويسة مش هتحس بالطريق خالص، بالعكس هتستمتع بيه جدا وهتاخد فيه شوية صور روعة. والجميل في الموضوع انه عامل زي المسابقة، كل ما هتقرب من المرحلة الأخيرة كل ما الأمر هيزداد صعوبة. يعني كل ما هتقرب من البحيرة الطريق هيبقى أصعب أكتر ومش هتقدر تمشي فيه بسهولة. ولو نزل مياه أمطار من فترة قريبة مش بعيد تنزل في برك مياه كمان صغيرة علشان تقدر توصل لبحيرة وادي الوشواش. بحيرة وادي الوشواش هي عبارة عن حمام سباحة طبيعي حواليه جبال من الجرانيت في كل مكان. وسر تكون حمام السباحة ده هو إن الصخور المحيطة بيه مش من الصخور الهشة ولا من الرمال، بالعكس دي صخور صلبة جدا من الجرانيت، واللي بيكون صعب عليها جدا امتصاص مياه الأمطار والسيول اللي بتتجمع كلها في أدنى مكان وسط الجبال، واللي بفضلها تكون معانا حمام السباحة الطبيعي ده اللي هو بحيرة وادي الوشواش. حد هيقول لي طب الأرض ليه مش بتمتص المياه دي وده الطبيعي؟ سؤال جميل، بس اللي ما تعرفوش إن الأرض هنا أصلا مش من الرمال. هنا الأرض عبارة عن قاع الجبال واللي بتكون أخدة شكل كيرف مقوس من تحت، وزي ما قلنا قبل كده إن الجبال هنا أساسا من صخور الجرانيت الصلبة جدا، واللي صعب جدا جدا إن هي تمتص المية دي. يعني ممكن نتخيلها إن أنت جبت طبق وحطيت فيه مية، صعب جدا إن الطبق ده يمتص المية اللي اتحطت فيه. الوسيلة الوحيدة عشان المية دي تخرج هي إنها تتبخر. وحتى ده برضه في بحيرة وادي الوشواش صعب جدا، لأن الجبال المحيطة بيها ارتفاعاتها عالية جدا، وبالتالي الشمس ما بتقدرش تتعامد على المية أكتر من ساعة واحدة في اليوم. وهنا خليني أقول لك معلومة مهمة جدا، وهي إن نزول المطر لمرة واحدة كفيل يخلي المكان فيه مية لمدة سنتين. بس على فكرة المية قدرت تأثر في الجبال دي فعلا، ولكن ده كان على مر ملايين السنين. الطريق اللي بنمشي فيه علشان نوصل لبحيرة وادي الوشواش ده أساسا مجرى سيل، وده أدنى مكان وسط الجبال. المية والأمطار بتتجمع فيه وبتنزل مندفعة بقوة لأسفل ناحية البحر، وده كان سبب في شق الطريق ده ونحت الجبال لحد ما وصلنا إن في طريق بالشكل ده وسط الجبال. وهنا لو ركزت معايا هتلاقي عرق من الجرانيت الأسود موجود في الجبلين، وده معناه إن في يوم من الأيام الجبلين دول أصلا كانوا جبل واحد، ولكن تم نحته بالشكل ده عن طريق المية اللي بتنزل مندفعة بشكل كبير جدا ناحية البحر، أو على الأقل قدرت تفصل الجزء اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. أما بقى لو عايز تعرف المكان ده ليه اسمه وادي الوشواش فخليني أقولك إنه تم اكتشافه بالصدفة، وده لما حد من البدو كان ماشي وسط الجبال وبدأ يسمع خرير المية وهي بتشبه الوش أو النويز أو الوشوشة لما الأمطار بتنزل وتبدأ تنقط داخل البحيرة، مع كمان صوت الهواء اللي بيتخلل الجبال بتسمع صوت الوشوشة ده، ومن هنا أطلق عليه اسم وادي الوشواش. كمان في أساطير كتير سمعتها من البدو هنا عن حاجات شافوها في الوادي، وكلنا عارفين طبعا إن الجبال هي بيت الجن. لكن عشان ما اطولش عليكم وقولوا طول، لو عايزين حلقة احكي فيها عن الاساطير دي اكتبولي في الكومنتات. وبس كده يا سيدي، دي كانت حكاية وادي الوشواش، واشوفكم في مغامرة جديدة.